يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ والنهارده معانا واحد من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها وانتوا كمان بتحبوها، وهي فيديوهات ترشيحات الهيدفون. وده الجزء الثاني استكمالا للفيديو اللي احنا عملناه من حوالي 9 شهور ورا، وهنكمل ترشيحات لسماعات كويسه جدا تحت 800 جنيه يا باشا. ودي اغلى سماعه معايا النهارده سعرها حوالي 725 جنيه. فانت بتحب السلسله دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لي كومنت تحت الفيديو اللي انت عاوز نكمل بقى ونروح لجزء ثالث. النهارده معايا موديلات جديده، موديلات ما جربناش قبل كده، وفي واحد منكم هنكسبه سماعه من السماعات دي، فتابعني لغايه اخر الفيديو عشان تعرف شروط السحب وازاي تكسبها. ولو حبيت تشتري اي سماعه من السماعات دي هتلاقي اللينكات تحت الفيديو ديسكربشن من موقع 100 صنف، اتعاملنا معاه اكتر من مره قبل كده، ما تقلقش موقع موثوق وعلى ضمانتي، ما تقلقش مش هجيب لك اي حاجه وخلاص، فاشتري وانت مطمن ما تقلقش. كل سماعه هنتكلم فيها عن جوده الصوت، جوده الخامات، الاوبشنز اللي فيها، كمان معاها ضمان ولا لا، وبالاضافه للسعر. ونبدا مع اول واحده وارخص واحده معايا، وهي الجي بي ال، سعرها حوالي 550 جنيه. طبعا دي جي بي ال هاي كوبي، بس بصراحه شكلها روش جدا، وكمان بتدعم الار جي بي، وفيها اكتر من مود للار جي بي عشان تغير ما بينهم لزوم الروشنه. البيلد كواليتي ممكن ما تكونش احسن حاجه، ولكن هي ماسكه نفسها جدا، وكمان مرنه جدا. لو انت حجم راسك كبير تقدر تلبسها عادي جدا، بس النصيحه لو انت راسك صغيره ممكن ما تكونش مناسبه ليك جدا، عشان هي محتاجه حجم راس كبير شويه. حجم الكبس بتاعتها كويس، وودنك هتبقى جوه الكب. الفوم بتاعها الى حد ما مش سميك قوي بس كويس. هتلاقي فيها زراير تحكم في الصوت، وان انت تجيب التراك اللي بعد اللي انت بتسمعه او اللي قبليه، وكمان في زرار مخصص للمودز بتاع الار جي بي. هتلاقي كمان مدخل 3.5 مللي، هتلاقي كمان زرار او سويتش اون واوف، وكمان مدخل شحن تايب سي، وكمان مايكرو يو اس دي لو حبيت تسمع عليها على طول من خلال كارت ميموري. السماعه مش متحدد عليها مين السماعه اليمين ومين السماعه الشمال عشان لو انت بتلبسها وانت بتلعب، بس دي طبعا مش سماعه للجيمنج، بس انا حبيت برضو اعرفك عشان تبقى عارف كل حاجه. جوده الصوت بتاعتها مقبوله جدا جدا جدا، الصوت عالي ولكن هو مش اعلى حاجه، والبيز برضو في بيز ولكن جوده البيز مش حلوه، مفيش كده ريم بيتحرك مع الدرايفر فبيطلع لك الدبه بيز نظيفه، دبه البيز مش قد كده. ولكن اوفر اول ممكن ندي السماعه دي او جوده الصوت بتاعتها 6 من 10 او 6 ونص، لكن هي بصراحه روشه وفيها اوبشن ار جي بي وشكلها كويس وتقييمها كويس بالنسبه لي. ودي كانت السماعه الارخص معايا النهارده. هنروح للسماعه اللي بعدها، وهي من ماركه ايرلدم. الماركه دي معروفه اللي هي بتعمل اكسسوارات للموبايلات عامه، ويمكن اول مره اشوف ان هم بيعملوا هيدفون. الهيدفون دي مختلفه شويه عن اللي قبلها، واحسن منها شويه، واعلى منها بحاجه بسيطه في فرق السعر، ولكن اعلى منها بكتير في الامكانيات. السماعه دي سعرها 575 جنيه، هتلاقيها بتطبق على بعضها، تقدر تفردها، تقدر تطبقها خالص وتبقى حجمها صغير، مش هتاخد حيز من حجم الشنطه بتاعتك. شكلها حلو باللون الاسود، والخامات مط مش بتلمع، شكلها انضف شويه. هتلاقي متحدد عليها السماعه اليمين والسماعه الشمال، تلاقي كمان عليها زراير التحكم في الصوت، وممكن ترد على المكالمات، وممكن تعلي الصوت توطي الصوت، تجيب التراك اللي بعده اللي قبله، وكمان زرار الباور، وكمان هتلاقي مدخل ميموري كارد ومدخل شحن مايكرو مش تايب سي، ومدخل 3.5 مللي لو انت حبيت تسمع عليها عن طريق الواير. هتلاقي على الكبس من بره ار جي بي بشكل لوجو اسد كده، شكله غريب شويه بس يعني حلو، مش اوفر زي السماعه اللي قبلها، ولكن هو ار جي بي خفيف خالص كده. ولكن السماعه دي ممتازه في جوده الصوت بتاعتها، دي يمكن من ارخص وافضل السماعات اللي ممكن ارشحها لك انك تجربها. انا مش عارف اقول لك صدقني ان انا مش باوفر، صوتها مش طبيعي ان هي ب 575 جنيه، صوتها عالي جدا يعني بجد. دي انضف سماعه رخيصه اسمع فيها صوت تريبل وبيز، واحس بالريم بتاع الدرايفر بيتحرك. صوتها عالي بطريقه مش طبيعيه، لدرجه انت لو انت ماسك السماعه كده هتبقى سامع التراك اللي انت بتشغله. انت لو عليتها على اعلى حاجه هتفصلك عن العالم اللي حواليك وهتطرشك انت شخصيا. تعالى كده شغل لك حاجه عليها وهسمعك الصوت بتاعها عالي ازاي. عايز اقول لك هو من كتر ما هو عالي هيبقى باين في المايك. هسمعك الجزء اللي جاي ده واحاول انا ما اتكلمش، وهقرب السماعه للمايك عشان تسمع او تحس بالتريبل. يا جدعان مش طبيعي يعني، انا بقيت بحب اسمع فيها بجد، رهيبه. كمان بتثبت كويس جدا يعني، وشكلها كويس وحجمها كويس. يعني السماعه دي ادي لها تقييم صوت 9 من 10، يعني بالنسبه ليا قليله في السعر وبتطلع لي صوت زي ده تكسب. نروح للسماعه اللي بعدها، وهي من ماركه اسمها سيلبريت. وسيلبريت من الشركات اللي انا بحبها عشان بتعمل سماعات كتيره جدا، سواء بقى ايربودز، ايرفون اللي هي بتبقى جوه الودن، الهيدفون اللي زي دي، وكمان السبيكرز، وبتعملها بجوده كويسه جدا. السماعه دي سعرها هيكون اغلى شويه 600 جنيه، فرق مش كبير قوي عن اللي قبلها. بس تعالى اكلمك بقى عن المميزات اللي فيها. طبعا هي بتيجي بديزاين مختلف شويه، وتحس ان هي قريب شويه للسودو. لو حد كان فاكر الديزاينات او موديلات السودو اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي قبل كده، تلاقيها بنفس الديزاين المعدني، الجزء
جزء انه بيتوسع او يضيق. صراحه البيلد كواليتي بتاعتها نظيفه، كمان من مات فينش وخامات كده ماتيريال طبعا انضف من السماعتين اللي قبلها. هتلاقي متحدد عليها الرايت والليفت، هتلاقي كمان تحكم في الصوت وزراير كده شكلها شيك، والبيلد كواليتي بتاعتها انضف بكتير طبعا زي ما قلت لك من السماعات اللي قبلها. هتلاقي زرار للباور، زرار تعليق وتوطيط الصوت، وانك تجيب التراك اللي بعده اللي قبله. تلاقي مدخل شحن تايب سي مش مايكرو اس بي، تلاقي كمان 3.5 مللي ومدخل ميموري كارد لو انت حبيت تركب عليها ميموري كارد. حجمها مناسب جدا لو انت حجم راسك صغير، هي مش ضخمه قوي، ومناسبه للناس اللي حجم راسها كبير عشان هي بتوسع وبتتمدد جدا. ما فيهاش اي ار جي بي خالص، هي اسود كده مات بلاك فينش رايق هادي للناس اللي بتحب الحاجات الكلاسيكيه. طبعا هي بتطبق على بعضها وتدخل كده جوه بعضها، فتلاقي حجمها صغر جدا. جوده الصوت كويسه جدا، والتريبل والبيز اللي طالعين منها كويسين جدا، ولكن كارتفاع صوت او علو صوت للاسف هي اقل من السماعه اللي قبلها اللي هي ارخص منها بحوالي 25 جنيه، ولكن هي انضف واشيك واحسن في البيلد كواليتي. ولكن الصوت اوطى شويه، وده مش معناه انه صوت هواطي وانت مثلا هتبقى ماشي وسامع اللي حواليك، لا هتبقى معزونه على حواليك. ولكن دي مريحه اكتر في اللبس عشان الكبس بتاعتها اكبر، وكمان فيها فوم كبير كده او سميك عند الكبس، فبتبقى مريحه جدا وانت لابسها. ونروح بقى لاكتر سماعه واكتر شركه بتعمل هيدفون نظيفه وبتدي كمان ضمان على الهيدفونز بتاعتها 6 شهور من الوكيل بتاعها، وهي سماعات ايوي، وده اكتر براند اتباع من الفيديو اللي فات. فانا جايب لكم النهارده موديل جديد عن الموديلات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهي الايوي AT9. معايا منها لونين، لون اسود ولون بيج، وهي السماعه الاغلى معايا النهارده وسعرها 725 جنيه، اللي هو برده ستيل احنا تحت 800 جنيه زي ما قلت لك. ولكن بتاخد سماعه اشيك بكتير، اروق بكتير، خامات محترمه، كبس كبيره متحدد عليها اليمين والشمال، فوم كتير في كل حته في السماعه. هي بتقدر تلفها لجوه والبره، بس مش بتتقفل على بعضها او بتقدر تتني الكبس على بعضها. والسماعه اللي باللون البيج هتلاقي كمان الموجب والسالب اللي هو الزرار تعليق وتوطيط الصوت موجودين على جناب السماعه بشكل زرار ضغط، بس بصراحه شكلهم رايق جدا ومميزين عن بقيه اللون بتاع السماعه. وهتلاقي اللون الاسود منها مميزين الزرار تعليق وتوطيط الصوت باللون السيلفر، والاضافه نفس السيم ده هتلاقيه مع زرار باور سواء في السماعه دي او السماعه دي. هتلاقي كمان مدخل تايب سي، وهتلاقي مدخل 3.5 مللي، وهتلاقي مدخل ميموري كارد. سماعه شكلها شيك جدا، ده باين من البدايه، والخامات اللي مستخدمينها المات المط اللي مش بتلمع، وكمان بلاستيك تحس نظيف كده وابن ناس شويه، تحس ان انت لابس سماعه نظيفه، وان كان سعرها مش عالي قوي. بالنسبه لجوده الصوت بتاعها عالي جدا، مع كواليتي بيز وكواليتي تريبل محترمين جدا زي السماعه الايردم تقريبا زيها بالظبط، بس مع كواليتي احسن وخامات احسن. ومفيش بقى الار جي بي والشغل ده، هي لون مط كلاسيك جدا، بالاضافه اللي معاها ضمان زي ما قلت لك 6 شهور من الوكيل بتاعها. ودي تاني سماعه هرشحها لك النهارده لو انت حبيت تعلى شويه في الكواليتي والسعر. بس كده يا صديقي، دي كانت السماعات اللي معايا النهارده. طيب نيجي بقى للمسابقه، والفايز هيكسب معايا السماعه اللي هي الجي بي ال. طيب يا معلم، هتدخل ازاي في المسابقه؟ الموضوع بسيط خالص، تعمل لايك للفيديو، كومنت عشان اعرف اسحب من الكومنتات، شير الفيديو ده مع صاحبك يمكن يعجبه حاجه، وخلال اسبوع هنسحب الفايز من الكومنتات. بس يا صاحبي كده انا اكون خلصت، واتمنى يكون الفيديو ده عجبك زي الفيديو اللي فات ما عجبكم. طبعا ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، انهي سماعه عجبتك اكتر، وقول لي لو حابين نعلى في الرينج شويه ولا نفضل ندور تحت ال1000 جنيه. بس يا صديقي، وكده نكون خلصنا، واشوفك على خير في فيديو السماعات الجزء الثالث لما يجي بقى على خير. سلام.